السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي الأشياء السبعة التي تطرد الشياطين من بيوتنا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 7 حاجات بفضل الله تطرد الشياطين من بيوتنا، فإذا خرجت الشياطين جاءت الملائكة وكان البيت مليئا بطاعة الله وبالمودة والسكينة والمحبة بين أفراد الأسرة بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 1: قراءة سورة البقرة في البيت على الأقل كل 3 أيام. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. الله أكبر! عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. فلنحرص على قراءة سورة البقرة ولو مرة كل 3 أيام بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 2: ذكر المولى عز وجل عند دخول البيت. ثبت في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل إذا دخل بيته وذكر الله عند دخوله قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم اليوم. أما إذا دخل ولم يذكر المولى عز وجل قال الشيطان لأعوانه: أدركتم المبيت. عشان كده أول ما ندخل وإحنا بنفتح الباب بالمفتاح أو بنضرب الجرس أو بنخبط على الباب نقول بسم الله، ولما ندخل نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس بن مالك: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. الله أكبر! رقم 3 حبايبي: نقول بسم الله عند الطعام. ففي نفس الحديث السابق الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل إذا دخل بيته فذكر الله قال الشيطان لأعوانه: لا مبيت لكم اليوم. فإذا ذكر الله عند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. يبقى التسمية قبل الطعام أمر عظيم في حماية البيت بل وفي بركة الطعام بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 4: إغلاق الأبواب ليلا مع ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغلق بابك واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وده من السنن اللي بيغفل عنها كثير من الناس. بيقفل الباب لكن لا يذكر اسم الله. فإذا أغلقنا باب البيت وذكرنا اسم الله فإن الشيطان لا يستطيع أبدا أن يدخل إلى ذلك البيت. رقم 5: قراءة آية الكرسي قبل النوم. فقد ثبت في صحيح البخاري أن من قرأها قبل النوم لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 6: قراءة آخر آيتين من سورة البقرة قبل النوم. قال صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، أي كفتاه من كل شيء، أي كفتاه عن قيام الليل وكفتاه من فعل الخير وكفتاه من كل مكروه بل وكفتاه من كيد الشياطين بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 7 ودي آخر حاجة: إحياء البيت بالصلاة والقرآن والذكر وعدم جعل البيت كالمقبرة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. ثم ذكر نفور الشيطان من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فالبيت الذي تمتلئ أوقاته بالصلاة والقرآن وذكر الله أبعد عن الغفلة وأبعد عن مداخل الشيطان بفضل الله سبحانه وتعالى. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.